راديو مياه الراحة، البث التجريبي. أهلا وسهلا بكم مع البث التجريبي لراديو مياه الراحة. والأمانة لا تنكروا نفسك، رافع رأسي أنتظر حسب وعدك، لذا أهتف وأصرخ أهلل بك سيدي، أعلن بك نصرتي، أنت ملجئي، لذا أهتف وأصرخ أهلل بك سيدي، سيدي أعلن بك نصرتي، أنت ملجئي، وأغني من مثلك، أغني من مثلك، أبي أنت وإلهي، صخرة خلاصي، حفيظ العهد والأمانة لا تنكروا
نفسك رافع رأسي أنتظر حسب وعدك لذا أهتف وأصرخ أهلل بك سيدي أعلن بك نصرتي أنت ملجئي لذا أهتف وأصرخ أهلل بك سيدي يا سيدي أعلن بك نصرتي سفر روميا يقول هذا الكلام. It رسالة روميا starts off with rejecting God. يبدأ الموضوع في رفض الله، Then you get alienated from God. ثم يبدأ الانعزال عن الله، Then you get dominated by sin. ثم تسيطر عليك الخطية، And then you face the judgment and condemnation of sin. وثم تقابلك دينونة الخطية. Rejection, رفض، alienation, انعزال، domination, سيطرة، condemnation. وثم تأتي الدينونة. That's what happens to the human heart when you turn your back upon God. هذا ما يحدث في قلب الإنسان حينما يلفت الإنسان نظره بعيدا عن الله. Sin is a reality. الخطية هي حقيقة. We like to think it is not. يمكن أن نتمنى أنها ليست كذلك. But look at your own heart لكن انظر إلى قلبك and see the sin that is in there. وانظر إلى الخطية الموجودة في قلبك. Lust of the flesh, شهوة الجسد، lust of the eyes, شهوة العيون، and pride of life. وتعظم المعيشة. God asks you to understand that it's not bread that you ultimately need. الله يريدك أن تعرف أنه ليس بالخبز وحده الشيء هو اللي أنت بدك إياه في الحقيقة، But the word of God. لكن هي كلمة He الله. says to Satan, "Be gone. يقول لإبليس اذهب، It is written, هو مكتوب man shall not live by bread alone, ليس بالخبز وحده يحيا but by الإنسان، every word that proceeds from the mouth of God." لكن بكل كلمة تخرج من فم الله. Have you seen your own heart? هل نظرت إلى قلبك؟ The day you discover your heart is wicked is the greatest discovery in your life. أعظم اكتشاف يمكن أن تكتشفه في حياتك هو أن تكتشف الخطية الرابضة في قلبك. Why? لماذا؟ That takes you to the next temptation. وهذا يأخذك إلى التجربة He الثانية. tries to appeal to the intellect, يبدأ في محاولة إغراء الفكر والعقل to materialism. إلى المادية، Now he comes to the will, والآن يأتي إلى الإرادة، to utilitarianism. Use God for your purposes. أن تستخدم الله لكي تحقق غاياتك. That's what he says to Jesus. هذا ما قالوا ليسوع. It's written that if you jump, he will give his angels charge over you. إذا قفزت من هذا المكان سيأتي الملائكة وينقذونك ويحملونك. Jesus says, "Be gone." وقال له يسوع اذهب. It is also written that you shall not tempt the Lord your God. فهو أيضا مكتوب لا تجرب الرب إلهك. We are not here to use God like a slot machine. نحن لا نستخدم الله وكأنه آلة. Put in the right coin and you get out the right drink. حط فلوس في هاي الآلة وسوف يخرج لك ما تريد. That's not who God is. هذا هو ليس هو الله. God is the author and giver of life. الله هو المؤلف. And that life is abundant when you know Him. هو مؤلف الحياة، والحياة تلقى رفعتها حينما تتقابل معه. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
إيوينجاليون يوحنان قيباليون قامايا آلاهوتا تمشيخة براشيت إيوة ملتا أو ملتا إيوة الجسآلها وآلهوا أو ملتا آها إيوة براشيت الجسآلها كل مديانة بيدية ويلون وبلادية أبخى مندي لا ويلة مند أو ويلة بيه خيوة وخيه باروا لونيناشا وبارا جو خشة چي زارق وخشة لي غالب إلي يوخنن وسادوته بتمشيخة اتوى خاناشا شدرة من آلها شم يوخنن آها تيلي اتيول سادوتا بدو بارا هدخا اتشلناشا همن بيدية أو ليوا أو بارا إنا تيلي اتيول سادوتا البارا أو بارا شاريرا اتشي برن الشلناشا بيتاي والألما أو جو ألموا وألما بيدية ويلي إينا ألما لا ديلة إلي الجزدية تيلة وأما الجانة لا قوبلن إلي إينا كل آني تقوبلن إلي وتهمنن بشمة يولي إلي شلطانة اتآوي بنونة آلها آني اتلا من دمع ولا من صويانة بغرة ولا من صويانة جورة إلا من آلها بشلن ويه وملتا ويل بصرة وشريل بجاون وغزيلا خقرة إخدايا اتمن بابا مليا شاباقة وشرارة يوخنن سهد لبدية ومقوخلة بمارا آهوا أو تمري بدية ادبيتايل من باردي أو تقيل بجورة مني سبب إيوا من قمدي ومن مليوتي أخنا شلا نشقلا شاباقة الشاباقة سبب ناموسا بيتموشي بشليوا إينا شاباقة وشرارة بيت إيشو مشيخة بشلن يوه أبخى ليل خزيل آلها إينا برونا إخدايا أو تقيلة بعبد بابو أو مضيلة بدية سادوتا اتيوخنن ممضانا آهوا سادوتا اتيوخنن إيمن تيوداي من أورشلم شو درن الجسلة چهنة وليواية اتبقري والي آت مانيوت أو موديلة ولا سرولة بمارا أنا ليون مشيخة بقرن مني بس مانيوت إليوت جوبلة لا ليون أو نويوت جوبلة لا ومرن إلا مانيوت مر إلن اتيوغ جوا بالآن تشضرن إلن مودي بماروت بجانوخ جوب ليوخنن أنا قالون بقرايا جوبرية مشويون أرخت مريا داخت مر إيشاين ويا آنت بيشوا شدرة من بريشوا وبقر مني
بس قامودي ممودوت إن لو تمشيخا ولا إيليا ولا أونويا. جوب لي اللي يوخنن أنا ممودون بمية إينا إيت تشليا جاوخن أوت أختن ليتن بالضاية أهل أوت بيتايلة من بردي أوت أنا ليخشخن ات شارن تسمات تصولو أني ويلون جوبت عنيا بمرزا خينة يردنن إيشت يوخنن ممودوا. إيشو بيرات آلها واليوم إدباري غزيلة يوخنن الإيشو بيتايل تشسلة ومرة ها بيرت آلها أوت شاقل خطيطة ألما آهلي أوت أنا مري بدية من بر دي بيتايلة خابش جورا مني سبب من قمدي وأنا لي طنوالي إلا قد بايشوا ديا الإسرائيل بد هذا أنا تيلي ممود بمية يوخنن سهد لبيمارا غزيلي روخا بصلايا من الشمية أخيونا وبشرايا الله وأنا لضيلي إلا أو تشدرني اتممضن بمية مرة اللي المان تخزت روخا بصلايا وبشرايا الله آهلة أو تممض بروخا تقوتشا وأنا غزيلي وبياوون سادوتا اد آهلة برونة آلها. تلميذ قامعي مدرش بيوم خينا يوخنن وتري من تلميذو تشلية وتاما وخرب إيشو بغدارة مرة ها بيرت آلها إيمن شبيل أن تري تلميذو زلون بر إيشو در إيشو خزيالي بيتايا باري بقرة مني مو بيتون آني جوبلون رابي اتبيشة لبشقة ملبانا إيشا تشي بيشت مرة تيمون وغزيمون وتيلون وغزيلون إيشا بيشوا وبشلون الجسل بويوما وأخصأت أربوا من برشا أوترا خا من دين تري شميلون من يوخنن وزلون بر إيشو واندراوسيوا أخونا تشمون شيبا وآها مو تشخلة قامتا الشمون أخونا ومر اللي مو تشخلن المشيخة ومو تيلة الشمون الجس إيشو خر بي إيشو ومر آتي وتشمون برونة يونا آت بتبيشت قرية شيبا. إيشو بقرايا البيلوبوس والتنايل بيوم خينا بيلا إيشو تآزل الجليلة مو تشخلة البيليبوس ومرة اللي تاباري بيليبوس من بيت صيادوا مديتة اندراوس وشمون شيبا بيليبوس مو تشخلة النتنايل ومرة اللي مو تشخلن الآوت موشة اجتولة بدية بناموسا وأبن وية اجتولن بدية اتقيلة إيشو برونة يوسف من نصرت بوقرة نتنايل چي أويا من نصرت بالت مندي طاوة مرة إلا بيليبوس تا وغزي إيمن تغزيلة إيشو النتنايل بيتايل جسلة مرة بدية ها شاريرائيت برونة إسرائيل اتليت بالما بيه
بوقرة من نتنايل من إيشا تشي يطتلي جوب له إلا إيشو من قمت قاري والوخ بيليبوس جت خد إيلانة تينا قم خازنخ جوب له إلا نتنايل رابي آت إيوت برونة آلها آت إيوت ملكة إسرائيل جوب له إيشو ومر إلا سبب اتمري إلوخ قم خازنخ خد إيلانة تينا همونة ويت بتخازت مديانة بجورة من داها مرة إلي طروسة بمارون اللوخن من آدية بتخازيتن شمية بتختع وما لاخت علىها بيساقة وبصلايا الجسبرونة ناشا آمين.
تأملات روحية. برنامج يقدم تأملات روحية للإنسان الباحث والمتعب في وسط هذه الحياة. تأملات روحية من الكتاب المقدس للإنسان الباحث عن الراحة والسلام، تخاطب الضمير الإنساني وتخاطب روح الإنسان حتى يجد السلام مع رب يسوع المسيح. أمامك أسكب نفسي يا الله. لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ لماذا تأنين في؟ ترجي الله لأني بعد أحمده، خلاص وجهي وإلهي. داود كاتب هذا المزمور هو واحد من أعظم رجال الله الأمناء. لما شاف نفسه بحالة توهان، ضياع عن الله، وقف وتأمل وقفة تأمل لحالته بجدية كبيرة، وعرف إنه هو بحاجة إنه يرجع لنبع الحياة الفياضة، يرجع، لأن هناك لما يرجع راح يشوف الراحة والتشجيع من الله. علمنا إنه نقوم ب3 خطوات لما نشوف نفسنا في صحراء برية الحياة وبعيدين كل البعد عن الله وبدون ثمر. أول شيء أسكب نفسي طالبا الصفح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. هذا اللي يقوله الكتاب المقدس. لما تتغلغل الخطية إلى داخل العمق الإنساني، راح يشعر الإنسان بالتهاون والتعب الفكري والذهني، وينكسر قلبه بالحزن، لأنه بعيد عن المحبوب وعن المخلص وعن مصدر الحياة. ماكو أي جدوى، ماكو أي فائدة غير أنه يلجأ مرة ثانية ويكون تحت ظل جناحي المسيح حتى ينال الغفران والصفح الكامل، حتى يبدي حياة جديدة مليانة بالعنفوان الروحي النابع من أحضان الآب السماوي. ينسكب أمام حضرة المسيح بروح التواضع، هو أساس للرجوع الواثق. الشيء الثاني، أسكب نفسي طالبا التدخل. كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. قال داود في مزموره: كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي. لولا تدخل الله المباشر بحياتنا لكنا من البداية أشقى الناس، وكنا في حالة محزنة جدا. وإذا كنت اليوم متئن من الألم الروحي ومن انفصالك عن الله، اطلب بإلحاح يتدخل في صميم حياتك حتى يغير من جديد، حتى تكون سفير على مستوى ملكوت السماوات. يمين الله تريد أن تدفع بينا من جديد، كي ما نكون رجال أمناء حاملين راية المسيح دون خجل، فنسكب حياتنا أمامه طالبين التدخل الجبار. الشيء الثالث، اسكب نفسك طالبا البركة. إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع، أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. هذا اللي قال عنه الكتاب المقدس. الله دوما يريد أن يحركنا حتى نكون
بركة وسط هذا الكم الكبير من الظلمة اللي موجودة في العالم، اللي نبحها إبليس الشيطان، اللي دا يدفع العالم وكل الناس اللي بالعالم بعيدين عن محبة المسيح اللي مات من أجلهم. اطلب بقوة واسجد للصلاة لطلب العون من الله مباشر، حتى تكون أنت بركة وين ما رحت، في بيتك، في شغلك، في طريقك، في بلدك، حتى يمنحك الرب من روحه يدفعك إلى الأمام، حتى تقدر أنك تواجه الخطية وتخرج نفسك من الكآبة والانحناء النفسي اللي أنت بيه، حتى تكون بطل في المسيح. اسكب كل ما عندك كيما يمنحك البركة، وتعالى بروح التواضع. آمين. استمعنا إلى حلقة من تأملات روحية. صلاتنا أن تكون الحلقة قد لمست قلبك. للمزيد من المعرفة يمكنك الاتصال بنا عبر مواقع التواصل لصفحة مياه الراحة في الفيسبوك، أو من خلال إيميل comfortwater7@gmail. أعيد comfortwater7@gmail. إلى أن نلتقي على نعمة الرب معا، أترككم برعاية الرب. امسك ايدك
انت اللي سكت الرياح، انت اللي فتحت العيون، انت اللي عيشت الحياة، انت اللي بس معاه برتاح، انت الوحيد في كل الكون اللي حبيت الخطاه. انت اللي سكت الرياح، انت اللي فتحت العيون، انت اللي عيشت الحياة، انت اللي بس معاه برتاح، انت الوحيد في كل الكون اللي حبيت الخطاه. شكرا يا رب مجدا ليك مش هنوفيك، مهما نعمل كل الدنيا مديونة ليك، دمك الغالي طهرنا وحررنا، كل حياتنا هنغني ونهتف ليك. شكرا يا رب مجدا ليك مش هنوفيك، مهما نعمل كل الدنيا مديونة ليك، دمك الغالي طهرنا وحررنا، كل حياتنا هنغني ونهتف ليك. انت اللي طيبت الجراح، انت اللي قومت من الموت، انت اللي شبعت الالاف، انت اللي بترد اللي راح، حاسس بكل المحتاجين، اسمك يسوع راعي الخراف. انت اللي طيبت الجراح، انت اللي قومت من الموت، انت اللي شبعت الالاف، انت اللي بترد اللي راح، حاسس بكل المحتاجين، اسمك يسوع راعي الخراف. شكرا يا رب مجدا ليك مش هنوفيك، مهما نعمل كل الدنيا مديونة ليك، دمك الغالي طهرنا وحررنا، كل حياتنا هنغني ونهتف ليك. شكرا يا رب مجدا ليك مش هنوفيك، مهما نعمل كل الدنيا مديونة ليك، دمك الغالي طهرنا وحررنا، كل حياتنا هنغني ونهتف ليك. شكرا يا رب مجدا ليك مش هنوفيك، مهما نعمل كل الدنيا مديونة ليك، دمك الغالي طهرنا وحررنا، كل حياتنا هنغني ونهتف ليك. شكرا يا رب مجدا ليك مش هنوفيك، مهما نعمل كل الدنيا مديونة ليك، دمك الغالي طهرنا وحررنا، كل حياتنا راديو مياه الراحة، البث التجريبي. أهلا وسهلا بكم مع البث التجريبي لراديو مياه الراحة.